هيدا الفيديو يمكن كتير ناس ناطرينه، لأن رح نحكي فيه عن ليش بيختفي الزبون بس نبعت له كوتيشن أو بس نبعت له الأسعار، خاصة إذا اللي عم يحضرنا هو بالمجال الإبداعي، مصور، صاحب شركة إنتاج، كرياتيف ايجنسي أو جرافيك ديزاينر. قبل ما أحكي عن السبب خليني بس شوي أتوقع أنت كيف عم تبعت له الكوتيشن. لما يجي لعندك الكلاينت كان إجا ريفيرل أو شافك على السوشيال ميديا أو إجا من الإعلانات اللي عاملهم، أول شغلة بيقول لك إياها مرحبا يعطيك العافية، قديش بتبيع الفيديو او قديش بتاخد على هيدي الباكج. فانت بعتقد 90% من المرات شو عم تعمل؟ عم تقول له باخد عليها هالقد، او بتقول له ابعت لي ايميلك لابعت لك كوتيشن. دغري بتروح معه على هيدي الفيس، دغري بتروح معه على التسعير، بتبعت له هذا السعر. ولكن من المقلب الاخر، من منظور الكلاينت او من منظور الشخص اللي عم يجي يسالك، هو بالنسبه له عنده كذا سيرفيس بروفايدر او كذا حدا عم بيقدم خدمه ابداعيه عم يبعت له اسعار، هو عنده بس شغله وحده يقارن فيها، رقم مش اكتر. هلا بدك تقلي البورتفوليو تاعولك احسن من غير شرك، شغلك اقوى من شركه فلانيه او اقوى من الفريلانسر الفلاني. خليني اقول لك شغله، كون كتير صريح وواقع معك، 90% من المرات الكلاينت ما راح يلاحظ الفرق، بس انا وانت حنلاحظ الفرق، لانه نحن تكنيكال، نحن عيننا بتشوف الجمال، بتشوف الفرق، بتشوف انه هذا الفيديو مصور بهيدي اللينس ومنحط له هيدي الاضاءه، وهذا الفيديو مش منحط له اضاءه، وهذا الفيديو مصور بهالكاميرا. هون نحن بنلاحظهم، بس كتير مرات الكلاينت ما بيلاحظهم، خاصة إذا عم تشتغل مع عملاء هن مش بالاندستري، إذا عم تشتغل مع اند يوزرز، يعني مع شركات، مع محلات، مع ناس بالكوميرشال اندستري. وطبعا هون المشكلة مش إنه أنت سعرك عالي أو إنه إبداعك منه منيح أو إنه في حدا كان أحسن وأفضل منك عشان هيك الزبون اختفى أو ما عادش رد عليك، أبدا. واغلب الكرييتيف بيبل بفكروا انه هو هن المشاكل، ولكن بالحقيقه هول كلهم اعذار بنخلقهم لحالنا لنقنع حالنا ليش عن جد الكلاينت اختفى. واخر شيء بنحس نحن بالذنب، بنفكر انه نحن عم نعمل شيء غلط او نحن فينا شيء غلط. بس السبب الرئيسي اللي عم يخلي الكلاينت انه يختفي من بعد ما نبعث له السعر او الكوتيشن هو انه ما شاف الايميل اللي هو عم بفتش عليها قبل ما انت تبعث له السعر. فمثل ما كنت عم اقول، انت الشيء اللي بعت له اياه هو بالنسبه له شيء كتير سطحي، اللي هو بس رقم، وعلى اساسه رح يعمل كل المقارنه، وهيدا الشيء تماما اللي نحن بدنا نتجنبه. فاذا وصلت بالفيديو لهون بعدك عم تفكر اذا قال لك زبون بعت لي السعر تبعت له اياه دغري؟ شفت كيف؟ ليه؟ لانه بالاخر انت حتبعت له شيء ما قادر من خلاله يقيمك او يقيم ليش لازم يشتغل معك. طيب هلا بتقلي انه طب جعفر شو بعمل؟ يعني شو الطريقه الانسب؟ كيف ببعت له السعر؟ بالاخر الزبون بده يعمل حساباته، بده يدرس وعم يشوف شو الاسعار الموجوده بالسوق. صح، انا ما ببعت له السعر دغري، انا بدي اول شيء افهم هو شو بده، على شو عم بفتش، ليش اجى لعندي، بدي افهم احتياجاته او توقعاته. قبل ما اعرف هول المعلومات ما في ابعت له سعر كيف ما كان. ليه؟ لانه بركي هو عم يفتش على شيء كتير فوق وانا جيت بعت له سعر كتير تحت، حيقول هيدا شكله الكواليتي تاعته مش منيحه، او العكس صحيح، بركي عم يفتش على شيء كتير تحت وانا جيت بعت له شيء ستاندرد، او انا اصلا ما عندي هيدي الخدمة بهيدا السعر المتدني. فمن الأساس ما بوجع قلبي ببعت له السعر وبعرف إنه هيدا منه كلاينت مؤهل إني أشتغل معه. فأنا هون بكون عم بعمل فلترة للعملاء، وبنفس الوقت بكون عم بعمله إني عم بحمي حالي إني ضيع وقت، حط حالي بموقف سيء أو مزعج انه كلاينت اختفى فيه او اجى عم بيقول لي اسعارك غاليه. اكيد حيقول لي اسعاري غاليه اذا هو عم يفتش على شيء ب $100 وانا السيرفيس تاعتي ب $2000. اكيد حيقول لي اسعارك غاليه اذا هو واصله كوتيشن ب 10000 ريال وانا الشيء اللي هو طالبه مني فكرت انه بده اياه بهيدي الجوده او سعرته ب 100000 ريال او ب 200000 ريال. طبعا حيشوف اسعاري غاليه. فانا هول المعلومات كلهم ما حقدر افهمهم اذا بس بيجي اول ما يطلب مني الكلاينت سعر ببعث له اياه دغري. لانه بنهايه المطاف عزيزي المشاهد، الكلاينت ما عم يشتري فيديو ولا عم يشتري لوجو ولا عم يشتري خدمه ابداعيه، عم يشتري قيمه مضافه هو عم يفتش عليها. هيدي القيمه المضافه يا عم تحل له مشكله يا عم توصله لهدف معين او لطموح معين. قبل ما كفي لك شو قصدي بهذا الحكي، اذا حاسس انه عندك خلل ببنيه طريقه البيع او بالطريقه البيع اللي انت عم تعتمدها، وانت عن جد حابب تعرف الخلل وين وشو فيك تعمل وعلى شو لازم تركز اول شيء لتمنع هيدي الظاهره تصير عندك بالبزنس على طول، انا عاده بفتح 10 جلسات شهريه تقييم شخصي 1 on 1 معي شخصيا للبزنس تاعولك، بنحلل فيها وضعك ونشوف شو لازم تغير. والجلسه مش مجانيه ومنا للاشخاص المبتدئين، هي بس للاشخاص الجديين اللي عن جد حابين يوفروا وقت ومصاري
لحتى ما يكونوا عم يعملوا خطوات عشوائية بتضيع عليهم وقت وفرص. اللينك إذا بدك موجود بالديسكريبشن تحت إذا حابب تحجزها. لنرجع لحديثنا ونعمل ملخص سريع عن كل شيء حكيناه. فأنت اليوم قبل ما تبعت أي سعر للعميل لازم تعرف منه هو شو المشكلة اللي عنده إياها، هو على شو عم يفتش بالضبط، هو ليش حكاك بالأصل، شو الشيء اللي شايفه فيك مميز عن غيرك، ليش نقاك لإلك. بنفس الوقت لازم تعرف شو مجرب قبل، لأن هيدا الشيء كتير مهم بخليك تاخد فكرة عن هيدا العميل شو الجودة تاعيته أو شو الكواليتي تاعيته، إذا عن جد مؤهل يشتغل معك والله لا. قبل ما تعرف كل هول ما تبعت له ولا أي سعر، لأنه حتكون عم تضيع وقتك ووقته، وبنفس الوقت رح تصاب انت بالاحباط مش هو. وبعد كل شيء حكيناه بهيدا الفيديو في غلطه كتير كبيره بيوقعوا فيها اصحاب شركات الانتاج والمؤسسات الابداعيه، الا وهي الهوس بالعميل الكبير. هيدا الديل اللي بتيجي انت بتمضي عليه بياخذ من وقتك سنه وسنتين وثلاثه. رح نحكي بالفيديو الجاي بالتفصيل ليش هيدا الديل ممكن يكون عم يقتل لك الشركه، وهو السبب ليه انت شركتك عم تسكر. ويمكن بكتير محلات ديل $10,000 ممكن يكون احسن مليون مره من ديل $100,000. نعم مثل ما سمعت. مثل العادة سبسكرايب واكبسوا على زر الجرس لحتى أول ما ينزل الفيديو الجاي تعرفوا دغري فيه إنه نزل، إن شاء الله تستفيدوا منه.